العراقيين يخلفون تحت شعار يجي الطفل ويجي رزقه وياه، خلفت الأول وما إجا رزقه وياه، ليش تخلف الثاني والثالث والرابع؟ عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، هو يجي رزقه وياه مو معناها يجيكم مدير شركة لو يجي ومسجل باسمه بيتين، وهذا ممكن إذا أنتم بادين شغل أو مجهزين الخطة، بس مو أنت نايم للظهر ومنتظر الطفل يجي ويجيب الرزق. زين هسه خلفتوا 6 وما جابوا رزقهم وياهم، شو تسوي؟ التقاطعات بالشارع محتاجة أطفال، لو راح تقعد تلوم حظك وتلومهم. الطفل يجي من تكونون مستقرين ماديا ومعنويا بالعلاقة، ولا تصدقين بوحدة تقولك جيبي طفل حتى تربطين بزوجك. زوجك إذا ما تفاهم وياك وما حبك 10 أطفال ما راح يربطوا. مو مهم عدد الأطفال، المهم إنه تكون عندكم قدرة على تربيتهم وتعليمهم وتصنعون منهم أشخاص يفيدون المجتمع. لا تكثروهم وتهملوهم، قللوهم ودللوهم. بلوبيري، المستقبل يصنعه المؤثرون.